السلام عليكم، تحية طيبة لجميع متتبعي قناة تسجيلات عقارية. اليوم غادي نهضروا على واحد النوع من أنواع الملكية اللي تعرفها بعض الرسوم العقارية، اللي هو الشياع. الشياع بواحد البساطة شديدة هو أنك تتملك غير نسبة محددة في ذاك الرسم العقاري. ما كان عندكش واحد القسمة مفرزة تتعرف فينا البلاصة أنت بالضبط كتملك، واش في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب، بالتالي تتملك غير نسبة مشاعة. وهذا الشياع تخلق واحد الإفرازات سلبية، وبالتالي ما يمكنلكش انت كمالك على الشيء دير واحد المجموعه من التصرفات. انك ما يمكنلكش على الاقل دير طلب رخصه بناء تبني في ديك البلاصه اللي بغيتي انت، او لا دير واحد رخصه حفر بئر دون الموافقه ديال المالكين على الشيء. هاد الحاله هذه كتخلق واحد الحالات ديال المشاكل، واحيانا كثيره تلقى راسك انت مالك على الشيع وسط واحد الحرب مع واحد الناس انت كتملك معاهم انت على الشيع، ولكن ما مفاهمينش. فالا بغيتي تخرج من هذه الحاله راه عندك جوج ديال الحلول: اما اتفاقيه، قسمه اتفاقيه، او لا قضائيه. والقسمه الاتفاقيه راه مستبعده، وبالتالي كيبقى لك غير الباب ديال القضاء. خاصك توجه لهذا المحامي ديالك بواحد الشهاده ديال الملكيه وقول له انا بغيت نخرج من حاله الشياع، دير لي واحد الدعوه ديال القسمه. المحامي ديك الساعه راه تيدير لك واحد المقال تيودعو في المحكمه تيخلص عليه، يعطيك النسخه منه تمشي تحطه في المحافظه باش دير واحد التقييد احتياطي. راه هذاك التقييد الاحتياطي الا ما درتيش راه ممكن ما تقبلكش الدعوه، وخاص هذاك الدعوه توجه ضد جميع المالكين. بعد مرور مجموعه من الجلسات المحكمه كتنتدب واحد الخبير باش يدير لك واحد الخبره. هذيك الخبير تيشوف هذاك العقار واش قابل للقسمه ولا غير قابل. كاين حالات كثيره تيكون غير قابل للقسمه، مثلا لعدم توفر هذاك الطالب القسمه المساحه الدنيا. المساحه الدنيا تختلف، مثلا في مناطق ضد 5 الهكتارات كتختلف حسب وثيقه التعمير. كاين المناطق اللي فيها هكتار، كاين المناطق اللي فيها اكثر. وبالتالي الا كان العقار قابل للقسمه راه الخبير تيدير الخبره ديالو تيحدد لك فيه المساحه، ومن الاحسن يحدد لك حتى التقويم لانك تحتاجه من بعد مع الناس ديال التسجيل والمحافظه باش ما يخدعوكش لدليل القيم ويخدعوك لذاك التقويم اللي دار لك الخبير، لان الخبير في احيان كثيره كيدير التقويم اللي كاين في السوق، وبالتالي تيحط الخبره ديالو في المحكمه، والمحكمه تحكمه بالمصادقه على تقرير الخبير. من انت تحكم المحكمه بالمصادقه على تقرير الخبير، راه انذاك خصك تمشي تبلغ الحكم ديالك اللي صدر لك عن طريق واحد المفوض قضائي لجميع المالكين اللي معك باش تبدا تحسب لهم الاجل ديال الطعن باستئناف. الا استنفوا شي واحد داخل الاجل ديال شهر من تاريخ التبليغ راه كيمشي للمحكمه، كيمشي للمحكمه الاستئناف ويقدر يوصل لك حتى النقد. الا ما استنفوا حتى شي واحد راه كيولي عندك حكم نهائي. ديك الساعه خصك تاخذ واحد الاذن بالتقسيم، واحد الاذن ملف تقني، ودير واحد الطلب توجه عند السيد المحافظ، وديك الساعه راه كيطبق لك هذوك الاحكام بعد ما كتخلص عليها، وكيخرج لك واحد الرسم عقاري فيه الاسم ديالك، المساحه ديالك، المشتمله ديال داك العقار. كنتمنى نكون وصلت لكم فكره بطريقه بسيطه جدا وما خليت حتى شي خطوه. شكرا، وكنتمنى انكم تشتركوا في القناه ودعمونا في هذه القناه، وشكرا جزيلا لكم.